وبكل ثقة أنا عايزة براءة اختراع في الجمال اللي أنا عاملاه دوّة، حاجة كده يا جماعة تحفة، إيه الجمال ده وإيه الحلاوة دي، حاجة بجد في منتهى الجمال، بتاكلي أحلى حاجة حلوة في أجمل مكان، حاجة كده تاخدِك في عالم تاني، مكونات سهلة وبسيطة من غير بيض، من غير فرن، وعملنا الجمال ده، بُصّوا العظمة، بُصّوا الجمال، اللي يشوفها كده يقول دي أحلى تورتاية، حاجة تحفة جدًا، يالّا نسمّي الله ونصلّي على رسول الله، ندخل نشوف الطريقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جهزت الحلة ونزلت في الحلة كده ب4 كوبايات من الحليب أو لتر من الحليب، بس نعاير بالكوباية أحسن، يعني خدت كده 4 كوبايات من الحليب، تمام بالشكل ده. بعد كده هانزل على الحليب دوّة بنُص كوباية من السكر، وكمان علبتين من الكريم كراميل. هاسيب الصوص على جنب وآخد الباودر. الكريم كراميل هنا بيدّي طعم تاني خالص، هتشوفوا كده المكونات بجد ميكس المكونات حلو أوي مع بعضها، طبعًا باسيب الصوص على جنب خالص وباخد الباودر بس، بعد ما كده فضّيت 2 باكيت أو 2 علبتين من الكريم كراميل، باخد بقى كمان معلقتين من الكاسترد، بودرة الكاسترد، ممكن تستبدليها بمعلقة ممسوحة كده خالص من النشا. لو مش حابة تستخدمي كاسترد يعني، بس الكاسترد كمان حلاوته إن هو بيدّي طعم حلو أوي، وكمان بقى عندي دقيق السميد أو دقيق البسبوسة هاخد منه نُص كوباية، دي الكوباية المعيارية، دي نُص كوباية من الكوباية المعيارية، وخدت كمان 4 معالق كبار كده من الكاكاو الخام أو الكاكاو اللي هي غير مُحلاه، 4 معالق بالشكل ده، وهنخلط بقى ونقلّب كل المكونات دي على بعض بالشكل دوّة، بُصّوا بقى مكونات سهلة وبسيطة خالص. هنقلب كده كل المكونات على البارد وبعد كده هارفعها على النار، تفضل إيدي فيها ما اشيلش إيدي منها خالص لأن هي القوام بيتقل على طول، الدقيق السميد اللي إحنا حطيناه هيخلّيها تبقبق معايا كده وتتقل على طول، أول ما تبدأ تبقبق كده بانزل بمكعبين من الشوكولاتة عشان يقوّوا لي الطعم، مش حابة تحطي شوكولاتة دي اختيارية مش أساسي، وبانزل كمان بمعلقة من الزبدة، وطبعًا الزبدة أساسي معايا، جهّزت بقى قالب والقالب ده كان مقاس 24 ونزلت فيه كده بكيس من الصوص، كيس الصوص دوّة هابدأ أوزّعه بفرشة بالشكل دوّة، هاوزّعه كده في الصينية مش باحب أحط الصوص كده واسيبه، باحب أوزّعه كده وفي نفس الوقت إن أنا ب ب يعني باقلل منه كده في الفرشة، يعني في كمية من الصوص بيبقى في الفرشة، وفي نفس الوقت هو بيتوزّع توزيع كويس جدًا، بعد ما رفعت كده السميد بالشوكولاتة من على النار، بابدأ أنزل بيه في الصينية على طول، بُصّوا القوام عامل إزاي، قوام حلو جدًا كمان. وهانزّل بقى كلّه كده بسباتيلا بالشكل ده، وهابدأ أفرد كده في القالب بتاعي بالشكل ده، تقدري تستبدلي القالب دوّة بصينية مقاس 24 أو 22 أو في أي حاجة عندِك صينية بايركس أو أي حاجة عندِك، مش شرط القالب يعني. هاجي بقى من تحت كده هاحط جوز هند علشان لمّا آجي أقلب التحلية بتاعتي دي ما تلزقش كده في طبق التقديم، وفي نفس الوقت جوز الهند بيدّي طعم حلو أوي، جوز الهند كده ميكس مع الشوكولاتة والسميد بيدّيكِ كده طعم كأنِّك بتاكلي شوكولاتة جيرسي، كنت نفسي كمان إن أنا بعد ما حطيت الجوز الهند من تحت كده، كان نفسي إن أنا أحط كمان في المكونات معلقتين 3 كده من جوز الهند، كانوا هيدّي طعم حلو أوي، غطيتها بقى باسترتش طبعًا استنيت لمّا بردت خالص خدت درجة حرارة المطبخ، غطيتها باسترتش ودخلتها التلاجة ساعتين، ساعتين بتكون اتماسكت معايا وبتكون بالشكل ده. طبعًا طلّعتها بعد ساعتين ودلوقتي هابدأ أقلبها في طبق التقديم. طبعًا هتتقلب معايا بكل سهولة، الكريم كراميل وصوص الكريم كراميل هيخلّيها تتقلب معايا في منتهى السهولة، طعمها حلو أوي، شكلها يجنن، ولا حاجة لازقة ولا أي حاجة، دلوقتي بقى هادخّلها بس التلاجة لغاية ما أعمل كريمة حلوة أوي، هي ممكن تتقدّم كده وممكن يترش عليها كده من فوق جوز هند أو مكسرات أو أي صوص شوكولاتة أو أي صوص عندكم ممكن تستخدميه، بس أنا حبيت إن أنا أعمل كريمة حلوة أوي، جبت كده طبق غويط ونزلت فيه بمعلقة من السكر ونُص كوباية من الكريم شانتيه الخام وكمان معلقة كده من الكاكاو الخام، ونفس كده النُص الكوباية اللي أنا نزلت بيها بالكريم شانتيه هاحطها كده هاعايرها بالحليب، وطبعًا الحليب ده بيكون ساقع جدًا، وهابدأ أضربهم كده أخلطهم مع بعض بمضرب البيض، وبعد كده هاضربهم كويس جدًا لغاية ما الكريمة تفتح معايا وتتقل بالشكل ده، مش قادرة أقول لكم بقى طعم الكريمة دي طعمها آيس كريم، حلوة جدًا. خدت الكريمة بتاعتي بقى وبعد ما طلّعت التحلية بتاعتي ديّة القالب بتاعي كان ليه رسمة كده إن هو من جوّه يبقى في النُص يبقى غويط شوية، الجزء الغويط دوّة حطيت فيه كريم شانتيه، طب لو أنتِ مستخدمة صينية عادية تقدري تستخدميها عادي وتغطّي بالتحلية ديّة الكريم شانتيه بالشوكولاتة بالشكل ده، يعني تغطّيها خالص، أنا حطيت في النُص بس علشان الرسمة اللي من الحروف ديّة تبقى ظاهرة، لكن لو هتستخدمي صينية عادية تقدري تزيّني بالكريم شانتيه تغطّي بيه تحلية السميد
الشوكولاته بالشكل ده. وعشان طبعا انا ما استخدمتش كيس حلواني فطلع الشكل مش مظبوط قوي، فاستخدمت كده الشوكه وعملت عملت خطوط كده في النص، وبعد كده حددتها من الحروف وكاني بالظبط استخدمت كيس حلواني، اداني شكل في منتهى الجمال. جبت بقى مكعب من الشوكولاته وبدات ابشر شوكولاته كده فوق الكريم شانتيه اللي انا عاملاه. بصوا المنظر بقى حلو ازاي، تحفه. كان عندي بقى كمان كريز، قلت لا ادلع بقى الشكل واخلي الشكل اجمل، وكان عندي كريز اخضر وكريز احمر، حطيت كده واحده من دوت وواحده من ده واداني الشكل الجمالي الخطير ده. لما تشوفيها كده تحسي ان انت بجد عامله تورتايه من غير بيض، من غير فرن، من غير وقفه كتير، بالعكس ما خدتش مني وقت ولا مجهود خالص، جهزت معايا في ثواني. حتى لما بتحطيها في التلاجة يعني ساعه او ساعتين بتكون اتمسكت. بصوا بقى المنظر عامل ازاي. هدخلها التلاجة حوالي نص ساعه كمان علشان الكريم شانتيه دوت يتماسك عليها اكتر. بعد ما دخلتها التلاجة بقى دلوقتي بقى هنيجي نقطعها كده ونقدمها، وشوفوا بقى كريمية خالص، بتقطع معايا بمنتهى السهولة، مش قادرة اوصف طعمها. بصوا بقى الطبقات، طبقة السميد بالشوكولاتة وطبقة الكريم شانتيه، خطيرة يا جماعة، خطيرة، حلوة جدا، مش قادرة اوصف لكم طعمها. حتى جوز الهند اللي تحت دوت مدي طعم حلو قوي، مدي طعم جميل. فبجد يا جماعة حاجة في منتهى الجمال واللذاذة، بتاكلوا حاجة طعمة قوي وما خدتش ولا وقت ولا مجهود، وحتى المكونات برضو بسيطة. بصوا بقى المنظر، مش قادرة اوصف لكم طعمها ازاي جميل، حاجة تحفة وسهلة وبسيطة محدش عملها قبل كده وتحدي، وهتعجبكم جدا يا جماعة، جربوها بجد تحفة جدا. ولو عندكم كده عزومة او حد جايلكوا، ضيف جايلكوا، او تعمليها لاولادك، بجد كده حاجة عظمة الكل هينبهر بيها. اتمنى النهاردة الوصفة والطريقة والفيديو يكونوا عجبوكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، وشير كتير كمان للاصدقاء عشان الكل يشوف الوصفة ويستفاد منها، ودوسي على كلمة متابعة ولايك للصفحة عشان يوصلك كل فيديو كل جديد بنزله. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.